بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. صدق الله العظيم تبارك وتعالى. حبايبي متابعين قناة مرحب يوسف في البيت، السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته. يا رب تكونوا بخير وبأفضل صحة وأتم حال. فيديو جديد عليكم سعيد، ويا رب كل أيامكم إن شاء الله تكون أحسن من العيد. روتين تشجيع إن شاء الله. لو حضرتك جديدة في القناة، عندي يسرني ان حضرتك تشترك في القناة وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد، والقناة تكبر بحضرتك وبتعليقاتكم الجميلة والناس الكويسين الحلوين اللي زي حضراتكم. ان شاء الله باذن الله ده روتين حلو، عملنا فيه اكلات حلوه هتعجبكم، وكمان تحليه، وكمان وضبنا في المطبخ. ان شاء الله يعجبكم الفيديو باذن الله. طبعا حبايب قلبي، انا عايزه اقول لكم ان انا اتكلمت على الفيديو ده مره قبل كده لكن ما حصلش نصيب، فرجعت ان انا بعيده دلوقتي مع حضراتكم. يا رب يعجبكم باذن الله. لقيت الملوخيه حبايب قلبي كتير في قلب السوق، فبدات ان انا اجيبها علشان اعمل منها طبخه حلوه محترمه، وكمان خزنت منها شويه حلوين. زي ما حضراتكم شفتوا كده قطفت الملوخيه، جيب الكميه اللي حضرتك عايزاها. هي رخيصه دلوقتي، الحزمه انا جايباها ب5 جنيه. بدات اغسلها دور واثنين وثلاثه، وبدات اجيب المصفى بتاعتي زي ما حضراتكم شايفين يا حبايب قلبي. هبدا ان انا اغسلها كويس علشان خاطر احنا عارفين ان الملوخيه بيكون فيها اتربه كتير، وكمان بتكون ساعات مرشوشه علشان الافات الضاره، فالغسيل كويس بيخليها صحيه. الميه بتاعتها كانت وحشه اهي زي ما حضراتكم شفتوا. دلقتها طبعا ومره واثنين وثلاثه، وغسلتها نقعتها كمان دور. وبدات دلوقتي جبت معايا الدقيق علشان اتبل البانيه بتاعي. حطيت 3 كوبايات من الدقيق وعليهم ملح وفلفل اسود مطحون. وجبت البانيه بتاعي، جبت حوالي كيلو ونص او كيلو وربع. وبدات ضربت بصلتين متوسطين في الكبه مع طماطمتين او 3 متوسطين برضو في الكبه. وبدات حطيت عليهم فلفل وفلفل اسود مطحون وملح، وجيت ادور على كزبره ما لقيتش. وكمان حطيت معلقه صغيره ممسوحه من القرفه. والله كان طعمها جميل جدا. تبلتها وسبتها حوالي 3 ساعات في التلاجة او ساعتين، لان كنت بصراحه عاوزه اعمل الاكل بسرعه. فانا ما تبلتهاش من بالليل. لو حضرتك بقى شاطره احسن مني كده وشطوره وحلوه، تبليها من بالليل يا حبيبه قلبي، وهتاكلي احلى بانيه واحلى طعم فراخ بانيه. دلوقتي طبعا بحطها في الدقيق اللي محطوط فيه ملح، وكمان فلفل اسود. انا ما زودتش عن كده، لو حضرتك بتحبي توابل معينه ممكن تزوديها مع الفراخ، وممكن كمان تزوديها في الدقيق. طبعا حبايب قلبي بعوص من فوق ومن تحت كده، بتبلها كويس بالدقيق وبنفضه علشان ما يعمليش رواسب ويسبب لي حرق في قلب الطاسه، ويفضل الزيت بتاعي نضيف زي ما هتشوفوا كمان شويه ان شاء الله. طبعا هتبل كل الكميه واحطهم في الدقيق بنفس الشكل اللي حضراتكم شايفينه كده. حبايب قلبي بناتي واخواتي، اوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى وقراءه القران يوميا ولو ايه واحده حتى، لكن مع العمل بما جاء في هذه الايه وفهم الآية كويس علشان خاطر نؤجر وناخد الثواب بتاع قراءة الآية والعمل بيها. طبعا يا حبايب قلبي البصل دوت مش هرميه، هو وخلطة الطماطم اللي ضربتهم في الكبة ضرب ناعم جدا، هعينهم في قلب كيسة واتبل بيهم فرخة تانية او اتبل بيهم بانيه تاني. بدأت بقى ان انا ارصهم كده في صينية عليها قليل من الدقيق علشان ما يلزقش البانيه بتاعي في قلب الدقيق، تحضيرا لان ان شاء الله هبدأ ان انا اقليه في قلب الزيت بتاعي. يا رب الفيديو يعجبكم حبايب قلبي. هبدأ ان شاء الله زي ما حضراتكم هتشوفوا. هجيب الزيت. ده دلوقتي انا الاول بقى سبت التتبيله تاكل في بعضها. هعمل كريم شانتيه علشان الكيكه بتاعتي. بصوا حبايب، دي كوبايه ميه متلجه فيها قطع من التلج. ده سبب نجاح الكريم شانتيه بتاعي اللي حضراتكم هتشوفوا كمان شويه، هو الميه المتلجه جدا مع قطع من التلج في قلب الميه. ونزلت طبعا ب3 معالق برضه اهوت من السكر. ان شاء الله باذن الله لو عايزين طريقه الكريم شانتيه المتماسك بالميه اكتبوا لي في التعليقات، وانا اعمل لكم فيديو خاص بالكريم شانتيه المتماسك جدا بدون لبن ولا حليب. بدات ان انا ادوب الميه المتلجه مع الملح الملح. شوفوا بقى الواحد هيتوه منكم مع السكر. وهنزل كمان بعد كده بكوبايه الكريم شانتيه. ما تنزليش بكوبايه الكريم شانتيه مره واحده، لا انزلي بيها على مراحل.
انا اسفه جيت افضي راح مدلوق كله نوبه واحده. كنا هنروح في داهيه لكن ربنا ستر. بصوا يا حبايب قلبي، هبدا بقى ان انا ايه، اضرب الكريم شانتيه بتاعي. طبعا انا مسرعه طريقه الضربه اهيت علشان خاطر ما يطولش عليكم الفيديو ويبقى ممل لحضراتكم. كان احسن كريم شانتيه عملته بصراحه، كان متماسك جدا عن اللي بعمله باللبن كمان. هو صحيح اللي باللبن جميل ومغذي، لكن في الصيف انصحك تعملي الكريم شانتيه بالميه المتلجه اللي فيها قطع من التلج علشان يفضل متماسك معاكي. علشان في الصيف اللبن زي ما انتم حضراتكم عارفين اللبن بيسيح بسرعه وبيخلي الكريم شانتيه يسيح بسرعه. شوفوا حبايبي تبارك الرحمن، انا بقى فرحانه بيه وعماله اوريكم كل شويه اهوت. جميل جدا ومتماسك جدا اهو يا حبيبه قلبي، ولا بيقع ولا اي حاجه. انجح كريم شانتيه بالميه المتلجه. عايزه تعليق حلو زي حضراتكم من القلوب الصافيه الحلوه اللي بتحب قناه ماما رحاب، واحلى لايك من حضراتكم علشان القناه تكبر. طبعا شوفوا ميه الملوخيه تبارك الرحمن زي الفل تتشرب اهيت، جميله جدا. وببدا اصفيها على المصفى. بجيب بقى الزيت في صينيه نظيفه، وببدا اعلي ابدا اولع الفرن على فرن. يا جماعه انا النهارده مش مظبوطه. ببدا اولع عين البوتاجاز نار متوسطه علشان البانيه بتاعي ما يتحرقش. طبعا انا مسرعه هنا الفيديو برده زي ما حضراتكم شايفين. وببدا اهوت ان انا اقلب بقى البانيه ده بعد حوالي نص ساعه. شوفوا تبارك الرحمن مش محروق ازاي وشكله جميل جدا تبارك الرحمن. ولقيت مكان فاضي في الجنب اهو كمان هبدا انزل فيه بيه كمان قطعه من البانيه، استفيد بالوقت واستفيد بالنار اللي شغاله. طبعا بدات اخد كمان الكميه التانيه من البانيه بتاعي اهوت. رصصته مطرح الكميه الاولانيه اللي كانت برضو في نفس الصينيه الزرقاء ديت. بوريكم دلوقتي يا حبايب قلبي الرخامه بتاعتي كانت شديده الاتساخ اهو يا حبايب قلبي. هبدا دلوقتي اجيب بقى، هنضفها مع حضراتكم بعد شويه. تنيكم معايا هيعجبكم بقيه الفيديو هيعجبكم. بجيب الصينيه بقى اللي هعمل فيها الكيك بتاعي وبدهنها بدهنه من الزيت. المفروض انا قعدت ادور على الفرشه ما لقيتهاش. اول مره اشوف يعني قناه واحده زي فاتحه قناه ومش لاقيه الفرشه، مش لاقيه الكزبره. في حاجات كتير جدا ما بلاقيهاش اثناء التصوير. وبنزل بعد قليل من الزيت. انا استخدمت المنديل الورق ووزعت بيه الزيت في الصينيه، وبحط معلقه كبيره من الدقيق في الصينيه وببدا اوزعها في قلبها، والباقي من الدقيق بفضيه في قلب البوله بتاعتي تاني. معايا 4 بيضات يا حبايب قلبي علشان الكيك. لازم افضي بيضه بيضه في البوله علشان خاطر لو في بيضه فاسده ما تبوظليش كل البيض. ببدا اضربهم برضو بالمضرب الكهرباء بتاعي علشان لحد ما يعملوا لي فوم ابيض. دي الكيكه الناجحه. وبنزل كمان بالكيس الفانيليا. انصحكم حبايبي لازم يكون المضرب ما فيهوش نقطه ميه علشان يكون ضرب البيض صحيح. وبنزل بالسكر، وكمان لازم يكون البوله ما فيهاش نقطه ميه علشان خاطر البيض يتضرب معاكم كويس ويرتفع معاكم. ببدا دلوقتي حبايب قلبي بدوب السكر مع اهو عمل فوم ابيض اهو. ده بقى بيبقى طريقه نجاح الكيك بتاع السبونج في قلب البيت بالدقيق العادي. ببدا بجيب حبايبي قلبي بقيه مكونات الكيك. لو عجبكم برضو الفيديو وحبيتوا تعملوها اكتبوا لي في التعليقات وانا اكتب لكم مقادير الكيك الناجح دوت. هتشوفوها بعد شويه هتكون هشه جدا جدا ورقيقه جدا جدا. طبعا بعد الخفق بدات بقى انزل بالمكونات بتاعتي التانية، الدقيق والبيكنج باودر والنشا. بس بنزل بيهم حبه حبه مش مره واحده على خليط البيض. والتقليب بيكون من تحت لفوق علشان احافظ على الهواء اللي انا دخلته اثناء ضرب الكيك او ضرب البيض. ببدا انزل في الصينيه بتاعتي زي ما حضراتكم شايفين اهوت بالخليط واضربها ضربتين. انا مسرعه طبعا عشان الفيديو ما يطولش عليكم. وبدخلها على درجه حراره 180 من مولعه من تحت الاول. وبعدين بديها وش. طبعا شوفوا الملوخيه هنا تبارك الرحمن. وخلصت البانيه. الملوخيه دي فعلا والله كان اللون بتاعها هتنبهروا بيه دلوقتي، روعه والله. كان هو ده لون الملوخيه اللي انا عاملاها، خضره خضره جدا تكاد تكون فوسفوري، جميله جدا تبارك الرحمن. ارزعوني بقى احلى لايك من عندكم. وادي حبايب قلبي كمان الكيك بتاعنا
طري جدا وهش جدا، هتشوفوه دلوقتي. طبعا انا طلعته وسبته يبرد حوالي ساعه. بدات ان انا اقطعه بالسكينه بتاعتي زي ما حضراتكم شايفين. بصوا حبايب قلبي، تبارك الرحمن اهيت هشه وجميله ورقيقه. والطعم بتاعها كان حكايه، تبارك الرحمن زي الاسبونش الجاهز بالظبط. طبعا بحط فيه البورد تحت الكيكه بتاعتي، بحط كميه جيده من الكريم شانتيه علشان البورد بتاعي او الطبق الكيكه ما تتزحلقش في قلبه. وبملاها من فوق كمان طبقه من الكريم شانتيه، وبنزل بالرقه التانيه من الكيك، وكمان بغلفها من فوق زي ما حضراتكم شفتوا. انا بصراحه بعمل معظم الحاجات دي في البيت. الحاجه بقت غاليه دلوقتي والاسعار نار، بعمل لهم حاجات تفرحهم في قلب البيت على قد الايد ومش مكلفه. طبعا الجاتوه دلوقتي عدى فيه قطعه ب 16 جنيه وقطعه ب 24 جنيه. انا عملت المكونات دي كلها من البيت، البيض من البيت والدقيق معايا وكل شيء. وبدات جبت جزء كمان لونته من الكريم شانتيه باللون الاحمر. جيت يا حبايب قلبي بقى ان انا ازين، ادور على القمع ما الاقيش قمع. طب اعمل ايه؟ عملت قمع كده على ايدي. اول مره برضه اشوف واحده فاتحه قناه كل ما تدور على اي اداه ما تلاقيهاش زي القمع كده. بدات ان انا احط، عملته زي القمع. طبعا بتصرف، الجيش قال تصرفوا. جيت ازينها، طبعا طلعت معايا اي تزيينه هي في البيت، طبعا كانت جميله والله وعجبتهم. فانا بشجعك اي قومي اعملي اي شكل يعجبك، المهم ان انت تعملي في البيت وتفرحي الاستاذ وتفرحي بناتك واولادك. وكل عام وحضراتكم بالف خير. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك واللايك والشير. وبدات ان انا انقع بقى الحاجه بتاعتي في الحوض، وهغسلها مع حضراتكم كمان شويه. بقول لكم هنا طبعا بقى هبدا التقفيل بتاعي هبدا اوضبه واظبطه. البراد المحروق ده معذره، ده طبعا بسلق فيه البيض. طبعا عند كل بيت فيه براد محروق كده او كنكه لسلق البيض. ببدا بالقماشه النظيفه والم زي ما حضراتكم شايفين اهوت. وده بريل خام، ابدا اغسل بيه. وبعد كده طبعا قلت اخد معايا الحيطه كمان بالمره. دي ستارت الشباك، الهوا كان جميل اليوم دوت، كان رايح جاي اهوت بيهفهف زي ما حضراتكم شايفين. تبارك الرحمن، كان يوم جميل علينا وعليكم، سعيد ان شاء الله. طبعا خلصت تنظيف اهو مره واتنين. هوريكم الفوطه بقى بتاعه التنظيف النهائي زي الفل، ما فيهاش اي حاجه. شوفوا دليل على جمالها ونظافتها. بدات ارص التوابل بتاعتي. طبعا اخدت التوابل التانية غسلتها كلها، هبدا في غسلها. ومليت توابل تانية جديده زي ما حضراتكم شفتوا. ودي قطعه التوم ما بستغناش عنها. وحطيت المفرش بتاعي ده انا عاملاه على ايديا، والزيت بتاع الشعر. عايزه اقول لكم ان المفرش ده انا بعملاه على ايدي، وكمان الورد دوت. لو عجبكم الفيديو حبايب قلبي ما تنسونيش بالاشتراك واللايك والشير. وبدات ان انا اخلص بقيه المواعين اهوت. ويا رب اشوفكم على خير. ولو في اي فيديو حضراتكم عايزيني اعمله لكم لسه ما عملتوش في القناه عندي، اكتبوا لي في التعليقات وانا خدمتكم اعمله لكم من عينيا. طلباتكم اوامر ان شاء الله. واشوفكم على خير ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى. طبعا انا استخدمت هنا السلكه اللي هي البلاستيك او الليفه البلاستيك علشان خاطر التيفال ما يتجرحش. والازاز طبعا مش محتاج طبعا. واشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تبارك وتعالى وبركاته.